عودة مع حضراتكم مشاهدينا وزينة، عشان تبقي دايما زينة في وجوه كل الناس. دايما كل يوم خميس بيبقى عندنا فقرة خاصة بالتجميل وازاي نقدر ان احنا نجمل في المرأة وفي المشاكل ممكن تتعرض لها مع تقدم السن. للأسف الشديد ما بقاش بس تقدم السن اللي بيعمل مشاكل في الوجه او في الرقبة، بقى ممكن عوامل مؤثرة تانية. مزيد من التفاصيل هنعرفها وتحديدا عن تجاعيد الرقبة معنا ومع حضراتكم الأستاذة الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ أمراض الجلدية جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك معنا دكتورة حنان. اهلا بيكي. عايزين نسأل حضرتك في الاول بقى ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي للتجاعيد تحديدا في الرقبه؟ هي الرقبه الحقيقه من الحاجات اللي هي بتفضح قوي، بتبين العمر الحقيقي للبني ادم، وزي ما حضرتك قلتي ممكن تيجي برضه في الصغيرين مش شرط في الكبار. في انواع كتير قوي. في ناس بتبقى عندهم اللي بنقول عليها دبل تشين، او الناس اللي بتبقى عندهم لود ده بنعالجه بطريقه. الناس بتبقى عندهم خطوط هنا وترهل في المنطقه دي، ده بنعالجه بطريقه. في ناس بتبقى عندهم خطوط بالطول بتظهر اكتر للناس اللي هم بيتكلموا كتير وما بيتكلموا عند المذيعات. دي اللي ملهاش علاقه بالسن قوي، لكن ممكن تظهر في حد صغير. في بقى الخطوط اللي هي بالعرض بتبقى برضه دي بتظهر عند بعض الناس كده. كل حاجه وليها طريقه في علاجها. الناس اللي هم بيبقى عندهم لود دي بنعمل لهم زي اذابه للدهون في المنطقه دي، بيجيب نتيجه حلوه قوي. بتبقى بايه بقى يا دكتور؟ بماده اسمها فوسفاتيدايل كولين، بنحقنها في المنطقه دي بتجيب نتيجه. وفي دلوقتي ساعات بنعمل ليزر برضه بيدوب الدهون في المنطقه دي وبيغير شكل المنطقه دي. وامن ما فيهوش اي مشكله؟ لا ملوش اي مشاكل خالص. يعني في ابحاث كتير اتعملت عليه، وفي بحث فعلا كنا عاملينه عليه ولقينا ان هو بالعكس هو بيشد الجلد كمان. يعني مش بيعمل ترهل، هو بيدوب الدهون وبيعمل كولاجين جديد، فبالتالي بيشد الجلد. الناس اللي بتبقى عندهم خطوط هنا او اللي عندهم خطوط رفيعه بالعرض دي بنحقنها بماده الهيالورونيك اسيد، او اللي هو زي تيوزيال مثلا. ممكن تيوزيال لحاجات بنحقن بيه الخطوط دي. وفي حاجه مواد منه بتبقى بدرجه فيسكوستي او لزوجه بسيطه نقدر نحقن بيها الخطوط اللي هي الرفيعه اللي هي بتبقى بالعرض. في برضه طرق تانية، حاجات تانية بنقدر نعالج بيها الناس اللي عندهم خطوط بالطول، او الناس اللي عندهم لو شفنا سواء ناس زي اللي عندهم خطوط بالطول دي بنحقنها بماده البوتيولينم توكسين او اللي هو دي سبوت او البوتوكس. سواء دي سبوت او البوتوكس احنا بنقدر بنحقن المواد الخطوط دي، لان دي بتبقى عضله وبيبقى بتيجي عند الناس اللي زي ما قلنا بتبقى عصبيه وبتتك على الحروف قوي وهي بتتكلم. لما بنحقنها زي ما احنا شايفين في الصور اللي تحت بتختفي، بس دي طبعا بتقعد لمده محدده وبترجع تاني. لان تصلح لاي حد ولا اي حد تحقنه؟ يعني في ناس معينين محظور عليهم ان يتحقنوا؟ لا اي حد ما عدا الناس اللي هم الحوامل او الناس اللي هم بيرضعوا. الدقن برضه دي بنحقنها بماده الدي سبوت او البوتوكس. ده العضله دي بيريحها وبيغير لي شكل الجزء الاسفل من الوجه. لو في خطوط على الجنب زي ما قلنا برضه بنحقنها بماده التيوزيال. دي مرتبطه بسن يا دكتوره ولا ممكن اي حاجه لحد صغير؟ والدقن دي مرتبطه اساسا يعني ليها علاقه بحركه الوش والواحد بيتكلم. بس زي ما احنا عارفين ان الدي سبوت او البوتوكس بيقعد مدته فتره محدده وبيختفي. دي بقى اللي هي زي ما احنا قلنا برضه دي ممكن نعالجها بطريقتين. برضه بنحقن دي سبوت في الخطوط دي بيقلل اللغد شويه بس مش بيضيعه تماما، اللي هو برضه البوتوكس. يعني عشان الناس تبقى فاهمه اكتر، الدي سبوت هو البوتوكس والدي سبوت دول مادتين يعني نفس الماده بس بتوع شركتين مختلفين. يعني بوتوكس ده مش اسم الماده، ده اسم الشركه. ده مش الماده اسمها بوتيولينم توكسين. موجوده في بطريقتين، يعني يا اما بوتوكس يا اما حاجه اسمها دي سبوت. هما الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه، بيريحوا بيعملوا زي ما بنقول ايه مش شلل للعضله، لا بيريح العضله شويه زي ما احنا شايفين. ده هنا قبل وهنا بعد بالظبط كده. ممكن نرجع الصوره اللي قبلها لو ممكن، عشان اللي قبلها مبينه. هنا بقى بيبقى في عندهم كمان لغد يعني وعندهم ترهل في الجلد. يعني المنطقه دي بتبقى مش حاجه واحده. يعني ما ينفعش مثلا المريضه تيجي تقول لي انا عايزه مثلا اعمل بوتوكس هنا، لا ما ينفعش اقول لها مثلا مش هينفع معاكي. ممكن ينفع ممكن ما ينفعش. ممكن تيجي تقول لي اهو زي مثلا هنا دي عندها اللي قلنا اذابه الدهون، عندها اللي هي اللغد. ده بيتعمل له اذابه دهون، ده قبل وبعد. بيجيب نتيجه حلوه قوي. زائد بقى في حاجه ثانيه، يعني احنا زي ما قلنا يا اما الخطوط اللي هي بالطول يا اما اللغد يا اما الترهل في الجلد. ده هنا لغد، ده هنا ده لغد، وده اللي احنا بنسميه الجولز او اللي هي الناس اللي تبقى عندها دهون عند الفكين. ده برضه بنستعمل له اذابه دهون. ده بقى بيبقى ناس بقى هنا بقى مثلا حاجه ثانيه، بيبقى عندهم ترهل في الجلد.
يعني مع الحاجات التانية ترهل في الجلد ده بنعمل له حاجه اسمها ذبذبات راديو او الراديو فريكونسي. بنستعمل ده جهاز بيعمل زي تسخين لطبقات الجلد، بيحفز الجلد على انه يكون كولاجين جديد، وبالتالي الجلد بيبقى بيتشد. ده اللي احنا بنسميه شد الجلد بطرق غير جراحيه، وبنستعمله في الوش كمان. بس طيب ينفع برضو في إذابة اللغط الراديو فريكونسي؟ لا هو ده اساسا بيعمل بس شد الجلد فقط، شد الجلد. وزي ما احنا شايفين هنا اهو، يعني ده قبل وبعد، بيعمل شد للجلد وبيرفعه وبيخلي الجلد مشدود وناضر اكتر، بس ده بيبقى عايز السن الكبير شويه، ما ينفعش الواحده صغيره. بيعمل ايه لو واحده صغيره؟ اصل مش هيعمل دلوقتي، مش هعملها حاجه. يعني هو اوريدي مشدود. عشان كده يعني في ناس بتبقى تقول تيجي تقول سمعت عنه مثلا عن جهاز معين وتيجي تقول انا عايزاه، اقول لها مش هينفع لك، يعني هو محتاج كل واحد وله الحاجه بتاعته بالظبط، على حسب ما بنشوف بقى كل مريضه وايه شكوتها بالظبط. بنحلله، بنصورها وبنحللها ونشوف بالظبط هي محتاجه ايه من الصوره. بنشوف هي محتاجه ايه اللي ينفع لها وايه اللي ما ينفع لهاش. بنقول لها ايه اللي هي مناسب ليها يعني. وهنا برضو نفس القصه بتاعت اللغط برضو. هنا برضو القصه بتاعت اللغط، وعامل تايتنينج للجلد. زي ما احنا شايفين الجلد مترهل، ابتدى يشد ويرفع الحته، بيرفع الجزء بتاع الفك حوالين الدوران بتاع الفك. طب بياخد وقت قد ايه بقى الدكتور علشان يقدر ان هو فعلا يفرد القصه دي؟ بياخد له حوالي شهر قبل ما يجيب نتيجه. بس احنا بنشوف زي ما قلت لحضرتك، بنصور المريضه ونشوفها ايه اللي هي محتاجاه، وبنعمل لها زي سكيدول كده. نقول لها مثلا انت نمره 1 محتاجه كذا، نمره 2 محتاجه كذا. في حاجات ما تنفعش مع بعض، وفي حاجات بتبقى قبل حاجات. ما ينفعش مثلا اعمل لها الجهاز واعمل لها في نفس الوقت حقن للبوتوكس او ديسبورت، هيبوظ، هيعمل مشاكل. فبالتالي بظبط لها الدنيا. ده الفرق بقى بين دكتور وبين مثلا البيوتيشنز اللي هم بيشتغلوا في، لان طبعا الحاجات دي دلوقتي بقت في ايد ناس. اي بيوتي سنتر ممكن لو حد يروح هم بقى بيلخبطوا الدنيا. هم ما هماش دكاتره، هم مش عارفين كل حاجه ايه المشاكل بتاعتها وايه اللي ممكن يحصل وايه التفاعل تحت الجلد، ايه اللي بيحصل. طب احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل بقى، يعني لما بتتحقن، لو مسكنا جزئيه يعني مسكنا مثلا جزئيه اللغط، اما بيتحقن بالماده اللي حضرتك قلت عليها، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي دي بتعمل زي تفتيت للخلايا الدهنيه، وبعد ما بتتفتت الخلايا الدهنيه بيتكون مكانها كولاجين جديد. ازاي بيحصل دون؟ اللي هي الماده نفسها بتذوب الدهون اللي هي موجوده. ده اللي هو بيحصل. طب والنتيجه الدهون بتروح فين؟ الدهون دي بتروح فين بتخش بعد كده في الدوره الليمفاويه وبتتحرق. عشان كده تملي بنقول لهم بعد ما تعملي الجلسه بعدها بيومين لازم تلعبي رياضه، عشان الدهون دي بتخش في الدوره الليمفاويه لازم تتحرق. فمهم. ولو ما اتحرقتش بترجع تاني لنفس المكان، ممكن ترجع في حته ثانيه لو بس مش في نفس المكان. لا مش في نفس المكان، لان اتكون مكانه خلاص كولاجين واتكسرت مكانها خلاص. بس تملي بنقول لهم بعدها لازم تلعبي رياضه عشان تحرقي الدهون دي يعني. طب ولا بعد فتره يا دكتوره ممكن يرجع تاني؟ لا في نفس المكان، نفس المكان لا بس هي ممكن لو تخنت يرجع بقى في حته ثانيه. واخده بالك؟ لان يعني كل حاجه في الدنيا ما هياش ثابته على طول. زي ما احنا عارفين، احنا طول ما احنا عايشين بنتغير. يعني احنا لما بناكل ونشبع مش معقول ما بناكلش تاني. الجلد نفس الحكايه. انت بتعمليه وبتعالجيه، لكن احنا طول ما انت عايشه انت متعرضه لمؤثرات خارجيه كتير، وده بيسيب اثاره على الجلد طبعا. طيب بخلاف التقدم في العمر، ايه اللي ممكن ياثر على الرقبه ويخلي فيها تجاعيد، يخلي فيها التنيات اللي حضرتك بتقولي عليها؟ في حاجات تانية، في عوامل وراثيه. في ناس بتبقى بيبان عليهم السن اكتر من ناس. الرقبه من الحتت اللي ما فيش فيها تحتيها دهون، فما فيش فيها سبورت جامد قوي، او ما فيش فيها حاجه دهون مبطنه، فبالتالي بتبان عليها الكرمشه بسرعه، وما فيش عظام فتشيل الجلد، فبالتالي بيبان عليه اي ترهلات بسرعه. هو بيبقى العجز في الوش وفي الرقبه، بس الرقبه بتبان اكتر. ممكن الوش يبقى مليان شويه. التدخين طبعا، التدخين من الحاجات اللي بتبين قوي. ان واحد يعمل ريجيم وينزل في الوزن مره واحده كميه كبيره، ده بيخلي الخدود مع الرقبه كله يقع خالص. عوامل الجاذبيه فعلا بتاثر طبعا. ناخد دي الاجابه دي بس بعد معانا ملك على التليفون. الو ملك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، اتفضلي. هو انا كنت عايزه دكتوره، يعني هو في حبوب بتقوم